السلام عليكم. فيديو جديد. هنتكلم النهارده عن كذا موضوع، ابرزها مشاهدة عمر كمال مع احد اللعيبه و اللي سمعنا عنها في السوشيال ميديا، المنتشر على السوشيال ميديا واللي قلبت الدنيا، والحوارات اللي بتحصل، وازاي السوشيال ميديا الاهلي بتبقى ساعات او بتبقى 90% خطر على الاهلي. بصراحه احنا شايفين كده، وده المنتشر حاليا. وهنتكلم عن المدير الرياضي محمد رمضان، ودكتور الفريق المستقبلي، ومدير المدارس، ومدير الجامعات. يعني وهنبقى يعني حاليا هنصنفه ان هو دكتور الفريق لغايه لما ان شاء الله نشوف دكتور الفريق والمدرب المساعد وكل حاجه. ما دام هو الموضوع دخل في طب وشد وخلفيه وشد اماميه ونزل برد والجو ده، فربنا يستر علينا. وهنختم ان شاء الله بماتش باتشوكا ماتش باتشوكا وريال مدريد. فاهم اللي هو انت قاعد، والحسره بقى، ورساله مهمه قوي للعيبه، ورساله مهمه قوي لكولر، عشان خاطر كنا مجلس الاداره المفروض نبقى يعني مكان باتشوكا في الماتش ده. لو انت بتتابعنا من عن طريق اليوتيوب ما تنساش ترزعنا السبسكرايب والاشتراك الجميل. رزع كده رزع على طول كده ارزع واحنا معاك. ولو انت بتتابعنا عن طريق فيسبوك ما تنساش اللايك وشير الفيديو، ولو انت بتتابعنا عن طريق الانستجرام او تيك توك ما تنساش الفولو الجميل، وان شاء الله نرد لك الفولو. يلا بينا نبدا في اول موضوع معانا، وهي مشاهده عمر كمال مع احد لاعبي النادي الاهلي. اول موضوع معانا النهارده وهو مشاهده عمر كمال مع احد اللعيبه. اولا وقبل اي حاجه، احنا مش صحفيين نهائي، يعني اكيد ده مش لوكيشن، احنا على الله والله. ده مش لوكيشن ناس صحفيين، تمام. دي اول احنا حاجه. بنحب الاهلي بس. ثانيا احنا بنشجع ده من قلبنا، فاحنا هنقول راينا في اللي حصل بمنتهى الصراحه، واحنا ما نعرفش نهائي الحقيقه فين، واللي انتشر على السوشيال ميديا، واحنا والله بنقول كلام اتقال من الناس، ولا لينا قسما بالله وقسم اتحاسب عليه، ولا لينا ناس جوه في النادي الاهلي بيقولوا لنا اخبار، ولا لينا مصلحه في اي حاجه. احنا بنقول الراي العام الموجود. لو انت فتحت الفيسبوك من موبايلك كده وانت قاعد فاهم، مش وراك اي حاجه، ولو انت فين فتحت الفيس زيك زي اي بني ادم، هتلاقي الاخبار دي، هتلاقي الاشاعات دي. احنا بنقول كل حاجه. دي اول حاجه عشان نبقى على نور، عشان خاطر ما حدش يطلع يغلطنا ولا يقول لنا انتوا بتعملوا بلبله ولا اي حاجه. احنا ما بنقولش اللي حصل ومش بنعاتب حد، احنا بنحكي اللي حصل بشكل عام. يقال ان عمر كمان النهارده كان في عربيته او في عربيه. بص انا بقول لك كل الاحداث، وكان قدام في التمرين عامه بقى، يعني في التمرين، يعني في الملعب او بيقولوا في عربيه، وان هو دخل بعربيه في بوابه النادي الاهلي، وان في ناس بتقول ان هو لا، ده كان بيتمشى مع واحد صاحبه قدام النادي الاهلي، فمش عارف ايه، دخل في جدران مش عارف ايه. انا هقول لك كل حاجه. يقال ان هو عمل مشاده مع احد اللعيبه، مش لازم مين هو ومش لازم نذكر اسامي، احنا بنتكلم كمبدا عام. عمل مشاده مع احد اللعيبه، مشاده كلاميه، مشاده كلاميه، فاتعصب فخبط بايده في بوابه النادي الاهلي، ف ايدي اتفتحت، وما نعرفش اتفتحت كام غرزه، ومش هاممنا لان احنا مش دكاتره. محمد رمضان، احنا مش دكاتره، تمام، كل واحد يعمل بشغله. فايدي اتفتحت، مش شرط كام غرزه. فالخبر انتشر، والناس بتقول ان هو اتنقل على المستشفى، وفي ناس بتقول ان هو اتخيطت ما كانتش مستاهله، فمش عارف جابوا دكتور خيطوها. كلام بيتقال، تمام. ويقال تاني ان لا، ده كان بياخد دش. فاهم، كان بياخد دش ووقع فايده اتفتحت، تمام. كان في صابونه في البانيو. دايما الصابونه دي خلي بالك منها، وانت بتاخد هتلاقي في صابونه بتمشي كده في قعر البانيو، خلي بالك منها، تمام. وفي ناس تقول لك بقى ايه دي الحاجه الثالثه بقى، وناس تقول لك ان هو منزعج من راي الناس عنه في السوشيال ميديا. ف في تقريبا حد من الصحفيين كان بيكلمه، او حد كان داخل من اعضاء النادي بيكلمه، فاتعصب وخبط بايده، انتحر، عايز ينتحر. سواء ده انا يهمني حاجه واحده. انت لاعب كره قدم، مش هقول لك انت لاعب في النادي الاهلي، انت لاعب كره قدم، تصرفاتك محسوبه عليك. كل فعل انت بتعمله، انت مش بني ادم عادي، انا اسف، تمام. انا قصدي يعني انت مش بني ادم، انت بني ادم طبعا كل حاجه، بس انت مش لاعب في نادي عادي يعني. يعني انت مكانك في النادي، انت وظيفتك كل واحد ليه وظيفه، كل واحد له شغله. انت شغلك ايه؟ شغلك لاعب كوره. لاعب الكوره دايما هتلاقي دايما الاضواء متسلطه عليه، فانت ما تصرفتش بحكمه نهائي. سواء انت ضربت ايدك في البوابه، حد ضرب ايدك، حد من اللعيبه عضك، فاهم، في ايدك من تحت كده، اتزحلقت في البانيو، انت ما تصرفتش بحكمه. نركن بس حته البانيو دي على جنب، انت ما تصرفتش بحكمه. ليه ما كناش بنسمع عن المشاكل دي ايام ابو تريكه ولا ايام وائل جمعه؟ واحد يقول لي ما كانش فيه اعلام. لا، كان فيه اعلام، وكان فيه جرايد، الناس اللي بتقرا،
الناس بقى بتاعت زمان اللي تعرف احنا ما نعرفش الموضوع ده والله، بس احنا دارسين الحاجات دي وطبعا يعني قعدتنا مع جدودنا وابهاتنا والناس الكبيره عارفين الموضوع ده، ان ما كانش فيه تنتوفه الجرايد بيسيبوها حرفيا. في صحفيين في الجرايد بالذات بيكتبوا كل تفصيل، بس ما كناش بنسمع بقى عن مشاده حد مع حد، ما كناش بنسمع عن حد ايده اتفتحت ولا في اتغيرت خالص. انضباط وكان في التزام وكان في فانت قيمه النادي ده. كانوا حاسين بالمسؤوليه. فانت كلاعب ما تصرفتش بحكمه نهائي، لان انت عارف ان لازم تعرف ان كل تصرف محسوب عليك. ما تقنعنيش ان الاشاعات دي انتشرت تمام وفلان 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 اتفق على حاجه معينه، مش لازم اقول ايه هي ومش لازم اقول فين الحقيقه، بس ما دام اتفقوا على حاجه معينه يبقى اذا في حوارات حصلت، في نوش. طب ليه بنجيب النوش نفسنا؟ انت اصلا محطوط عليك اصلا من ساعه ضربه الجزاء يعني انت عملت ماتش كويس بس انت ضيعت ضربه جزاء، وفي جزء من الجماهير بينتقدك وفي الجزء الثاني بيشيد بيك، واحنا ساعتها مثلا قلنا ان انت عملت ماتش كويس. ضربه الجزاء دي ما هي الا توفيق من عند الله، عكس كهربا طبعا. تمام. فانت كلاعب كره قدم ما تصرفتش نهائي بحكمه. راجع نفسك تاني. رساله لاي حد في النادي الاهلي بوجه عام، اي لاعب فاهم، بلاش نجيب البلبله للنادي بتاعنا، بلاش. خلي فيه دم يعني. انت لسه خسران بطوله يعني، وانت بتتعصب او انت بتخبط ايدك في البوابه ولا اي مصيبه سودة حصلت، ما جاش في دماغك ان الخبر ده ممكن ينتشر؟ يعني ما جاش في دماغك ان احنا ممكن نعمل، ممكن فلان ما عندوش عقل، التاني عنده، التالت ما عندوش، ما ممكن اي حد يعمل اشاره وبلبله للاهلي. طب ليه احنا يهمنا ده والله؟ فانت ما اتصرفتش بحكمه نهائي، واللي حصل ده ما كناش بنشوفه ابدا ايام زمان ولا ايام الجيل الذهبي. تمام. نتكلم بقى عن حته ايه؟ الاعلام. خش على الاعلام بقى، الاعلام اللي ايه؟ اللي عمل من حبه قبه. رساله للاعلام، رساله للاعلام. انت كصحفي ايا كان انت انتمائك، انت لو انت يا عم راجل اهلاوي تمام، وانا مش بذكر اسماء وماليش دعوه باي حد، احنا ماليش دعوه باي حد تمام. انت دلوقتي كراجل صحفي تمام، ما عندكش خوف على النادي؟ يعني انت مش عارف ان تسريب خبر زي ده انت عشان ممكن حد يقول لك ما انتوا بتطلعوا تقولوا الخبر يا صاحبي. احنا طلعنا نقول ايه؟ احنا مش بنطلع ننفرد. عارف يعني ايه ننفرد؟ يعني اللي سرب الخبر هو عايز ينفرد بيه، عايز ومش معروفين، احنا مش معروفين عند حد يا صاحبي. احنا طالعين اصلا اخر ناس، وحتى لو طالعين اول ناس، بس احنا بنقول خبر مش بننفرد بيه. يعني مش بننفرد بيه، يعني اتقال على لسان 100 واحد، وبنقول كل الاحداث ومش طالعين نشكك في حد معين، وبندعي نقول يا رب يا رب استرها، يا رب سلم كل اللعيبه تمام. فاركن بقى الحته دي على جنب. فانت كصاحب رساله الاعلام، النادي الاهلي يا جماعه بقى مخترق بطريقه بنت لذينه. اي حاجه بتحصل في جزء من السنه بتتنقل للاعلام. اي حد بقى في صحفيين جوه النادي، واصلا المفروض اصلا يتمنع دخول الصحفيين وقت التمرين. المفروض التمرين يبقى مغلق. يعني الله يمسك بغير فايلر كان بيعمل صدادات حديد قدام الاسوار بتاعه التتش عشان خاطر الملعب يتقفل. انت بتتمرن في مدينه نصر دلوقتي ماشي يا عم، بس يعني رساله لاي صحفي، خلي فيه ضمير وحاول تراعي ربنا في شغلك. واحد يقول لي صحفي شغلتي ان انا بنقل خبر، ما تعملش بلبله. انت كراجل اهلاوي ما تعملش بلبله للنادي، انقل الخبر حتى بصوره كويسه ان حصل مشاده. ما تذكرش يا راجل اسم اللاعب اللي عمل مشاده، لمصلحه اللاعب ولمصلحه النادي. لو انت راجل اهلاوي تمام، حافظ على هدوء النادي شويه. بلاش تستغل نفوذك. انت عندك نفوذ وعندك امكانيات مش عند غيرك. ان انت عارف دلوقتي، بقيت عارف قريب من، انت قريب من النادي، قريب من اللعيبه، قريب من الاهلي. انت صحفي في الاول وفي الاخر، صحفي دورك ان انت تنقل اخبار، مش تنقل الاخبار الغلط نهائي. انقل الاخبار حتى بالصوره كويسه. ما تذكرش اسم اللاعب اللي عمل خناقه، قول ننفرد ان في خناقه او مشاده حصل ما بين لاعب من لاعبين النادي الاهلي واللاعب حاليا معمول في كذا. ما تقولش اسمه، ما تعملش بلبله تمام. دي حاجه بقى. ورساله بقى للاداره، النادي الاهلي يا جماعه مخترق يا جماعه والله لازم. النادي الاهلي بقى كل حاجه تحصل فيه بتتنقل في ثواني، مفيش ضبط في اوضه اللبس. لو اللاعب زي عمر كمال او اي لاعب في الاهلي شايف ان في ضبط وانضباط، مش هيعمل حركه زي دي. في اختراق وفي تسيب، ولازم نراعي ربنا في النادي ده، لان بجد يعني لازم يبقى في فلوره بقى في كل حاجه، جهاز فني، اداره. احنا داخلين على ليله ما يعلم بها الا ربنا. فرساله للصحفي راعي ربنا في شكل عيشك، ورساله للاداره، خلي بالكم يعني، خلي في انضباط شويه، خلي في انضباط. يلا بينا بقى على الجزء الثاني من الفيديو، اللي هو كابتن محمد رمضان المدير الرياضي ودكتور الفريق ومساعد اوضه اللبس والمدرب المساعد. تاني رساله او تاني موضوع نتكلم فيه هو كابتن محمد رمضان. اولا يعني انا مش عارف والله انت مدير رياضي ولا انت دكتور فريق ولا انت مدير كوره ولا انت رئيس الجهاز المركزي. الموضوع بوخ، مش عارف والله. موضوع بوخ قوي يعني قوي. ليه بقى بوخ؟ لان اولا حاجه احنا اول لما سمعنا خبر عمر كمال، الاشاعات بتاعت الصحفيين، اول ما سمعنا اقسم بالله ما فات نص ساعه لقينا المدير الرياضي طالع يوضح
طب انت ايه الغباء ده؟ انت كده بتوضح وبتاكد ان في حاجه حصلت. احنا نادي اهلي، ده نادي اهلي يا جدعان، ده مش الزمالك. ايه الضحك ده؟ النادي الاهلي يعني تريث كده شويه في الحاجات وفي الاخبار، خلي عندك ثقه في يعني نفسك. انتوا بتتريثوا، انا اسف، بتتريثوا في كل حاجه، عندكم برود اعصاب وهدوء في كل حاجه، جايين عند دي. يعني احنا لساننا الدلدل، اطلع بيان رسمي قول فيه ان انت كنت مخطئ في نص النهائي، قول فيه ان احنا نتحمل الخساره، قول فيه ان هيبقى يا عم فيه، اعتذار من هيبقى الخطيب. فيه اعتذار. اعتذار منك انت ككابتن مدير رياضي محمد، اطلع جاي تطلع تعمل بيان، بيان على البيج الرسميه اللي الكل انا بيشوفها ان في لاعب عندك اتزحلق وهو بيستحمى، راح واقع، راحت الشرايين مقطوعه. ايه الضحك ده يخرب بيتك؟ ايه الضحك ده يا جدعان؟ ايه الضحك ده؟ وايه، والمفروض هو كل بيان، كل حد يحصل له اي جزع رباط في ضفر الركبه ولا ضفر الودان، جاله كالو في رجله فقال لك ولا- لا النهارده عمر كمال جاله كالو فمش هيقدر، مش عارف. وهو ماشي قدام النادي فشاف قطه فاتسرع منها فالكالو زعل. مش عارف انا يعني يا جدعان، احنا النادي الاهلي، النادي الاهلي ما ينفعش. اولا انت كده اول حاجه انت كده مش بتحمي اللاعبين، انت كده بتشكك الناس ان في حاجه حصلت في اول نص ساعه، تطلع طالع بيان. انت راجل واثق من لاعبك ان ما فيش حاجه حصلت، راجل عندك ثقه، النادي اهلي نادي تقيل، مش نادي مهزأ، نطلع بيان على ده، فدي حاجه مستفزه. تاني حاجه، انت اولا مدير رياضي مش دكتور، تمام؟ لما يكون لاعب عندك بيرسي، اولا الناس كلها عارفه اصلا من الصبح ان بيرسي تاو وطاهر غابوا عن التمرين لليوم الثاني بسبب الاصابه. انت عايز توضح نوع الاصابه، احنا كنادي الاهلي يبقى الدكتور اللي يوضح، انما المدير الرياضي يطلع يقول ان في واحد عنده نزله معويه. انت مش فاهم، انت دكتور ولا مسالك؟ مش دورك خالص نهائي، مش دورك فيه يا جماعه. في تسيب، في تسيب في المجد، في حاجه غلط جوه النادي الاهلي، في كده، في اهمال، في مفيش ثبات، عشوائيه او مفيش استقرار، مفيش حد، كل واحد مختص بحاجه، ده اللي انا اعرفه. وفي اي نادي، يا راجل نوادي الدرجه الثالثه، نوادي الدرجه الرابعه، اي نادي في الدنيا ما بقولك باحسن نادي في افريقيا. في بقى ضحك تاني، بعديها على طول بثلاث دقايق طلع الدكتور قال لك ان الشناوي عندك كدمه في البيان الرسمي برضو. الدكتور عايش يعني الدكتور موجود، مش الدكتور مهاجم. موجود، يا لهوي. يعني الدكتور موجود، ليه في الدكتور ما طلعش قال على اصابه بيرسي تاو ان هو عنده نزله معويه؟ ليه مدير رياضي اللي يطلع؟ مش فاهم هو ايه، متقفش يعني في محضر؟ بيرسي تاو حبيبك، يعني بيرسي تاو حبيب محمد رمضان، بيرقصوا صمه بالليل مع بعض، مش عارف فايه ولا ايه؟ يعني اتمنى الراجل ده يكون حتى بياخد اذن حتى من الخطيب ان هو يعمل كده، مش بيعمل كده من دماغه. تريث شويه في بياناتك، مش كل حاجه تطلع تعمل عليها بيان. لو انت شايف ان اللاعب ده ما عملش حاجه ما تعملش حاجه. اللاعب عندي واثبت ان هو ما حصلش حاجه. انا حاسس ان كابتن محمد رمضان، انا بقول كابتن اهو، جايب جهاز كمبيوتر جديد، فاهم، وقاعد قدام البنش، حد عامله النت عن كابتن محمد رمضان، مفيش حل تاني. افصلوا. انا حاسس الماتش الجاي مثلا لو بنلعب اي حد في الدوري، مثلا لو حد اتصاب، فاهم، محمد رمضان ينزل يعالجه. مش عارف انا والله يعني يا جدعان، كل واحد في الاهلي يعرف دوره ازاي. دكتور، مدير رياضي، مدير كوره، لحد ما نجيب مدير كوره ان شاء الله، مدير كوره، رئيس. احنا النادي الاهلي. يلا بينا على الجزء الثالث في الفيديو، وهو مباراه باتشوكا وريال مدريد. ما تقولش باتشوكا قدامي، بلاش باتشوكا يا عم، انا ماشي. لا خلاص يا والله، عم انت عمال تقول باتشوكا. المباراه، الفريق المكسيكي اللي خسر من الريال في نهائي الانتركونتيننتال. مباراة باتشوكا وريال مدريد في نهائي الانتركونتيننتال، وفوز ريال مدريد حاجة غير متوقعة بالمرة خالص، يعني حاجة ما كناش متوقعينها. دي حاجة. الحاجة التانية، وانت قاعد بتتفرج كده على باتشوكا، انا بتكلم بقى كمان كنظر نفس الواحد يعيط والله. والله يعني من منظور مشجع، عارف منظور كده، عارف انت المنظور الثالث اللي في بابجي؟ طب انت جايب المنظور الاول والثالث، السكوب الرابع. انا جايب المنظور الثالث اهو، بتاعت كده كمشجع بتتفرج، فاهم؟ لقيت باتشوكا بيسنطروا، بقى الماتش بدأ ريال مدريد وباتشوكا بيسنطروا، انت عايز بقى ايه؟ تعيط بقى، فاهم؟ يا اما حاجه من الاثنين، يا اما احنا منشقين اثنين، يا اما حد ما بيتفرجش على الماتش، يا اما حد بيتفرج على الماتش وبيعيط. وكهربا برضه بيصرخ، يعني احساسكوا ايه بقى؟ يعني انت قاعد الماتش خلص 3-0، فينيسيوس جاب جون، كان بيقسموا بقى، فاهم؟ فينيسيوس جاب جولين، بدايه الماتش خلص ولعيبه الريال ماشيه في الملعب تعمل كده، اللي هو فاهم يعني احنا فيها جابونا ساعتين على الفاضي. ايه اللي فيها يا فانت كده احنا مش بنقول يعني مش بنقول انت كنت كده هتغلب من الريال، بس انت ضيعت طعم شرف، وضيعت شرف انك تنول المره الثانيه انك تتاهل لنهائي او تلعب ماتش مع ريال مدريد بسبب استهتار. حرام عليك. واللي يغيظك واللي يقهرك ان باتشوكا لعب كوره النهارده، حاول ما حاولش قدامك بجنيه، ولا انت حاولت قدامه بجنيه.
يعني بجد اتمنى يكون الماتش رساله، واتمنى يكون كابتن الخطيب قاعد كده بيتفرج دي رسالة. على قهرة القلب اللي دي كل رسالة مهمة جدا، رسالة مهمة جدا لكولر، رسالة مهمة جدا للخطيب، رسالة مهمة جدا للعيبة خصوصا كهربا. كان زمانك بدلهم. انا مش ببكي على اللبن المسكوب ولا الجو ده، بس دي حاجة تعلمك، حاجة تعلمك ان انت كنت في يوم من الايام ممكن توصل لنهائي كاس عالم يا جدعان. نهائي كاس عالم، ده نهائي كاس عالم، كاس عالم أندية، نهائي قاري. المشكله ان اللعيبه دي في الاخر اخر الشهر هتاخد ملايين، وان الجماهير هي اللي هتتقهر. تمام. فيا ريت يكون في دم، واتمنى ما يكونش ده اخر عهد الخطيب معانا. كابتن الخطيب اتمنى ده ما يكونش اخر عهدك معانا، اتمنى يكون في دم من اللعيبه ومجلس الاداره. اتمنى يبقى في تغيير جذري وهنطلع بفيديو هنتكلم عن كل ملفات الاهلي. ممكن بكره والله كل ملفات الاهلي اللي لازم تتفلور. استشوار، عايز هوا. لا عايزين حلاق يمسك كابتن الخطيب كده يحلق كله يفوق. وطبعا في بدايه السيزون هتلاقي امام عاشور مغير القصه بتاعته، فاهم؟ يعني الشحات ومربي دانا دلوقتي ممكن يحلقها. الشناوي يفضل زي ما هو، يعني ما فاهم. كابتن الخطيب هيجيب له بدله جديده، فاهم، ونضاره جديده. يعني نختم الفيديو برضه ما تقولش على الناس. اتكلمنا عن اصابه عمر كمال، اعرف قيمه النادي الاهلي. اتكلمنا عن كابتن محمد رمضان، اعرف النادي الاهلي صح، لان انت داخل بغشوميه قوي. انت عارف الغشيم اللي هو كل دقيقه ايه يا مدير رياضي في حوار، انا هطلع اعمل بيان على طول كتير قوي، يعني في اوفر كده. عارف الاوفر الموضوع يعني بيجيب بلبله ويجيب حاجات مش كويسه. في يعني ضبط وربط بقى. الوسط كل حاجه حلو، انت مدير رياضي فاهم، بس مش هتلبس ثوب ابو لهب يعني، فاهم؟ مش كل حاجه تبقى في الصوره. اهدى في هدوء كده واحنا مدير رياضي. اطلع شويه واهدى كده. ساعات بنعلى بيه لما يغرم لاعب زي كهربا ما بنحبوش، فاهم؟ نلاقي الناحيه الثانيه فاهم بيتكلم عن بيرسي تاو الاصابه. انت مين انت وفين؟ ايه اللي بيحصل؟ كل واحد يعرف دوره. في تسيب وفي استهبال، لازم يبقى في ظبط شويه لان في تسيب. اخر حاجه رساله للعيبه، اكيد اتفرجتوا على ماتش باتشوكا، حسوا بقى بالقهره وحسوا بالزعل، والاداره كلها تحس بالقهره وتحس بالزعل لما باتشوكا ياخد فلوس عشان يتاهل وخد دوري. مش انتوا عمكم الفلوس؟ مش انتوا اللعيبه بتوع فلوس؟ بص للاسف عشان كده. عارف انتوا لو ما كنتوش، هو ما كانش قاعد دلوقتي فلوس. هو لو انتوا ما كنتوش بيهمكم الفلوس كان قال ايه؟ كان اللي رفعوا الكاس. بس هو قال فلوس عشان انتوا بتوع فلوس وفي الاخر بتاخدوا ملايين. ما يهمكوش واحنا اللي بنتقهر عشان ده. بس احنا اللي بنتقهر عشان ده. شكرا كل الناس اتفرجت علينا. كده خلصنا الفيديو بتاعنا. النادي الاهلي هيفضل فوق الجميع. اي لاعب في الاهلي يعرف حجمه، والمدير الرياضي يعرف، ورئيس النادي يعرف. النادي الاهلي فوق الجميع ورقم واحد. السلام عليكم.